البيبي تلاقيه عمل حمام، بترضعيه تلاقيه عمل حمام، وتفتكري ان عنده اسهال، فجأة تلاقي تسلخات والتهابات مش راضية تخف. انا دكتور مصطفى العطار، طبيب الاطفال، وهقول لك ايه الحكاية. في الشهور الأولى بيحصل للبيبي حاجة طبية اسمها المنعكس المعدي القولون، يعني بمجرد ما يرضع الأمعاء بتتحرك ويعمل حمام. ممكن الموضوع ده يوصل ل7 أو 9 مرات في اليوم. طبيعي جدا إن القوام بيكون سائل ولونه أصفر، ده مش إسهال، ده طبيعة الهضم في السن ده. المشكلة الطبية هنا إن البراز بيحتوي على إنزيمات هاضمة، ولما بتختلط بالبول بتنتج مادة الأمونيا، ودي بتغير درجة حموضة الجلد الطبيعية وبتدمر طبقة الحماية السطحية. ده السبب الأساسي لالتهابات الحفاض. علشان نحمي البيبي كوقاية لازم نستخدم كريمات بتحتوي على مادة أكسيد الزنك مع كل غيار، لأن الزنك بيعمل حاجز فيزيائي قوي بيمنع وصول الالتهابات. لأن الزنك بيعمل حاجز فيزيائي قوي بيمنع وصول الإنزيمات والرطوبة لجلد البيبي الرقيق تماما. طب لو حصل التهاب فعلا، أول حاجة هنوقف استخدام المناديل المبللة أو الوايبس فورا، لأن المواد الحافظة والعطور اللي فيها بتعمل التهاب تلامسي وبتزود الحرائق. اغسلي بمية دافية بس، نشفي بطريقة الطبطبة، لأن المسح العادي بيقشر الجلد الملتهب. سيبي البيبي يتهوى ربع ساعة بدون حفاض. استخدمي كريمات علاجية. المعلومة الأهم، لو عملت كل ده والالتهابات مستمرة وما بتخفش أو وصلت لثنيات الجلد، لازم نوقف هنا. دي مش مجرد تسلخات عادية، دي غالبا عدوى فطرية قوية أو علامة من علامات حساسية بروتين اللبن وحساسية الجهاز الهضمي اللي بتخلي البراز حمضي جدا لدرجة إنه بيحرق الجلد. وهنا لازم فحص فوري في العيادة علشان نعدل نظام أكل الأم أو نغير نوع اللبن الصناعي. التهابات الحفاض وجعها صعب على البيبي وبيخليه يزن طول الوقت. اعملي حفظ للفيديو علشان تفتكري الخطوات، وابعتيه لكل أم جديدة، وربنا يحفظ أولادك.